ازيكم عاملين ايه؟ حد يصدق ان الجمال ده من حلقات الستاير؟ ايوه، هنعمل اعادة تدوير لحلقات الستاير وهنطلع منها التحفة الفنية دي. ناقصها دراع وتبقى شنطة كروس. يلا بسرعة، متابعة واشتراك ولايك كتير وشير كتير للفيديو عشان خاطر يوصل لأكبر عدد وكلنا نقدر نستفيد من بعض. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل الجمال ده ازاي مع بعض. انا معايا حلقات ستاير بلاستيك بالآلة دي كده. هقص الحتة اللي هي بندخل فيها الحديدة اللي بتبقى متعلقة في الستارة زي ما انتوا شايفين كده. هعمل الكمية كلها، طريقة بسيطة جدا. انا هديكوا الفكرة وانتوا ابدعوا براحتكم. نظفت الحلقات بتاعتي خيوط بقى مكرمية مصري، ومعايا طبعا الولاعة بتاعتي والإبرة 4.5، وهنشتغل على الحلقة غرزة حشو زي ما انتوا شايفين كده. هنملى الحلقة كلها داير ما يدور غرزة حشو لحد ما اغطي الحلقة كلها. مفيش اسهل من كده. واللي عنده افكار كتير ممكن يبدع بحلقة الستاير دي. ممكن تعملوها زي بلتكانة ستارة على فكرة، برضو بطريقة معينة كده. اجيب كمية حلقات كده تكون موجودة عندي وهحاول اعملها معاكم ان شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. اهي الحلقة طلعت منها الكمية دي كلها. الالوان اللي موجودة بقى كلها من الخيط انا عملتها. وده انا عندي خرز كريستال كده، هقول لكم هنعمل بيها ايه مع بعض. ما بين كل حلقة والتانية يعني هقفلها بخرزة. تمام اهو زي ما انتوا شايفين كده. مجرد فكرة وانتوا ممكن تغيروا فيها براحتكم. كوباية الشاي اساسي فيها كروشيه، يبقى فيها كوباية شاي واتنين وتلاتة واربعة كمان. تمام، هعمل كل اتنين بنفس الشكل ده زي ما انتوا شايفين، وهربط برضو نفس الحكاية كل اتنين بالعرض برضو في بعض اهي، برضو بالخرزة الكريستال. طريقة بسيطة جدا وطلعت النتيجة تحفة. يمكن كمان التصوير ظالم شكل البوك، هي على الحقيقة بصراحة خرافة. تمام اهي، هشبك كمان الاتنين دول وكده معايا ادي واجهة للبوك. وهملاها كمان بحلقة من الحلقات عشان ما تبقاش متفرغة قوي كده، وهي كده كده هنبطنها. هوريكم قبل اما املاها عشان الفراغات دي. هدور داير عليها كده داير ما يدور بغرزة حشو وسلسلة ما بين كل دايرة والتانية عشان خاطر اعرف ابني عليها الجناب وقاعدة البوك والمكان اللي هيتركب فيه السوستة. يا رب المقصود يكون واضح ليكم. انا بغرزة حشو كده بتاع 3 غرز حشو في كل حلقة و5 سلاسل ما بين كل دايرة والتانية. تمام كده اهي داير ما يدور. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهو هاجي برضو في الجنب كده هعملها برضو حوالي 5 سلاسل عشان اما اجي الف تدي البوزة بتاعة الركن كأنها يعني ايه ادت زي شكل زاوية قايمة كده اهو. يا رب يكون المقصود واضح ليكم كده. انا خلصت الاولانية، اخلص التانية بنفس الفكرة. تمام، وهعمل الجناب. الجناب هعمل سلسلة على قد 3 اتجاهات فقط
ماشي. هعمل سلسلة اهو، هعمل سلاسل كده على قد التلات اتجاهات زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وهبني عليها غرزة حشو. طبعا كلنا عارفين غرزة الحشو. هدخل في الغرزة واشد الخيط، هيبقى معايا حلقتين، واسحب الحلقتين، هيبقى معايا الغرزة الحشو اهو زي ما انتوا شايفين. هقلب الشغل، اعمل بقى العرض اللي انا عايزاه. انتي بقى ممكن تعرضي عن كده، تقللي عن كده. انا عملتها بالظبط 3 سطور فوق بعض غرزة حشو. انا كده خلصتها اهو. تمام. دي هتبقى للامامية والخلفية اللي انا اشتغلتهم. معايا بقى 4 حلقات. انا بقى الحتت دي هقوم حاطه فيها بالشكل ده، والزقها بمسدس شمع او اخيطها بالابره والخيط عادي جدا، تملى كده المنظر ويبقى شكلها اظرف واحلى. تمام. وادي كده القاعده بالجوانب، ودي اللي هركب فيها السوسته من فوق. ومعايا بطانه انا خيطتها وعملت لها زي بوزه كده زي القاعده من تحت، عشان هشبكها في هي الشريطه اللي انا عملتها تبقى قاعده وجناب. يا رب يكون شرحي واضح ليكم. هي الفكرة بسيطة خالص. ممكن تعملوا بالحلقات دي حاجات كتيرة جدا، اشكال كتيرة قوي للبوك، او ممكن تعملوا منها شنطة، وممكن تعملوا البوك يبقى مطاول ما يبقاش عريض. بدعي بقى وبراحتك خالص. انا اديتك البداية وانتي يعني شكلي براحتك. وممكن تعمليها نظام فازة. ممكن تجيبي كرتونة وتعملي الكروشيه ده وتلوني الكرتونة، طبعا يبقى كرتون مقوى ويستحمل، وتلزقي عليها حلقات الستاير اللي انت بنيتي عليها الكروشيه دي بألوان انت تحبيها. في عندك افكار كتير. انا بس حبيت اعملها بوك بما اني قناتي طبخة وشنطة، فانا حبيت تبقى حاجة تبع الشنط وتبع البوك وتبع البورتفيهات والكلام ده. تمام كده اهو. انا هبتدي بعد ما خلصت الوش الامامي والخلفي، هشبك بقى الجناب اللي احنا اشتغلناها بالوش بغرزة منزلقة. اسحب وادخل في الحلقة على طول، مش حشو. تاني ادخل كده بالابرة في الجنب الاسود والوش، واقوم شادة الخيط وسحباه في الحلقة اللي موجودة على الابرة على طول. اشتغل داير ما يدور لحد ما اخلص ال3 جوانب بغرزة منزلقة. بس كده اهو. يا رب تكون كده واضحة ليكم. البطانة طبعا شبكة برضو نفس الحكاية، الوش التاني على الجنب التاني داير ما يدور هشتغله كده. انا خلصت الجنبين اهو، والبطانة اهي موجودة. انا بوريها لكم اهو، بفتحها اهي من جوه وثابتة من تحت. هجيب بقى الجنب الرابع اللي انا اشتغلته وعاملة فيه فتحة، اللي هركب فيها السوستة زي ما انتوا شايفين كده، وهركبها في البوك. والبطانة هشبكها، وهيبقى ده الشكل النهائي بتاع البوك بتاعنا بعد اعادة تدوير لحلقات الستاير. طلع معانا الشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. طريقة بسيطة وسهلة، وهي حاجة مركونة في البيت استغليناها ما رميناهاش. يا رب طريقة تكون عجبتكم، طريقة تكون سهلة ليكم. يا رب دايما قناتي تكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم.